باحبها جدًا، ولذلك أنا باحب أعملها في البيت، ما باحبش أشتريها من برّه. هي سهلة جدًا، عبارة عن نُص كيلو فول مدشوش مخصوص للطعمية، علشان ما يشربش زيت مننا أثناء القلي. بانقعه لمدة ساعتين وكل ربع ساعة باغيّر له المَيّة، بعدين باخده باضيف عليه حزمتين من الكرات، وعلى قد نُص الكيلو ده يعني هاستخدم بصلة أقل من المتوسطة، معاها كمان حبتين من التوم، وفلفل حار حسب الرغبة. هاطحنهم في الكبة طحنة مرتين 3 كده لغاية ما تنعم معايا. مش عايزاها ناعمة أوي بحيث إن هي تاخد معايا مثلًا مدة أسبوع كده تفضل فريش، لإن لو نعّمتها أوي، أوي وبقت خفيفة وهشة مش هتفضل معايا فترة طويلة، ممكن على تالت يوم لونها يسود كده وتبتدي تبقى مش كويسة. أنا كمان باحب نكهة النعناع في الطعمية، فما كانش عندي نعناع أخضر فضِفت نعناع مجفف. هاقلبها كويس أوي، وبعد كده هتبقى جاهزة معانا للقلي. ممكن كمان ناخدها ونضيفها في أكياس ونضيفها في الفريزر، أو بعد ما نخلّصها كده نغطّيها نحطها في علبة محكمة الغلق وبعدين نحطها في التلاجة، هتبقى كويسة أوي، يعني ممكن تقعد معانا فترة طويلة. هنا عندي تقريبًا 3 معالق كبار من الطحينة، هاضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل، وكمان عصير ليمون، وهاضيف نفس البهار أو التوابل اللي أنا حطيتها للطعمية اللي هي كزبرة ناشفة، كمون، ملح، وهاضيف كمان نعناع مجفف. هابتدي أقلب الكلام ده كله كويس، وبعد كده هاضيف لها مَيّة. في ناس بتضيف مَيّة سخنة، بس الحقيقة أنا ضِفت مَيّة من الحنفية عادي يعني، وبعدين قلّبتها لغاية ما حسيت إنها كده طريت معايا. هابتدي هنا هانزل بقى بواحدة من البتنجان المشوي، أنا شويتها وقشّرتها وكمان شِلت منها البذور، وبعد كده هابتدي أخلطها بالطحينة، وهتبقى جاهزة معايا كده بابا غنوج. بس ما ضفتلهوش طبعًا لا بصل ولا توم مشوي، يعني أنا بافضّل البتنجان مع الطحينة بتبقى أحلى. بعدين هاضيف لها رشة من أوراق البقدونس، وكمان هاضيف لها زيت زيتون. بكده هي بتبقى جاهزة معانا. هابتدي بقى أقليه، أنا هنا قليت فلفل حار وكمان شوية بطاطس، وهابتدي بعد كده أقلي في الطعمية بتاعتي. هي كده جاهزة معانا، قدّمت معاها ورقيات زي الجرجير، فلفل، طماطم، ما تنسوش كمان إن الأكلة دي لازم يبقى فيها ليمون يعني. ده شكلها النهائي مع العيش البلدي المحترم بتاعنا، وبس كده.